مظلوم عبدي أنا ذكرت لك يعني عسكريا، خبرته العسكرية، كل جماعة الجولاني كلها كلها مظلوم عبده بيحطهم بجيبته الصغيرة. ليش؟ لأنه مظلوم عبده قاتل الجيش التركي في يوم من الأيام لسنوات، وكان قائدا ميدانيا مهما في حزب العمال الكردستاني، في وقت أنه أبو عمشة وسيف فولاد والجولاني هذول كلهم خدموا حشم عند أصغر ضابط تركي. وبالتالي الكفاءة العسكرية والكفاءة السياسية مش بس تؤهل مظلوم عبد أن يكون وزير دفاع، لا، تؤهل مظلوم عبد أن يكون رئيس جمهورية. لكن المسألة أين هي تلك الدولة التي ترى أنه مش مشكل يعني ما تضع شرط أنه ينبغي لرئيس الدولة أن يكون عربيا مسلما سنيا سلفيا؟ ما بتزبط هيك دولة وطنية، بتحط شروط يعني ما لها علاقة بالكفاءة، إلها علاقة بالعرق، إلها علاقة بالدين، إلها علاقة بالمذهب. أنت بهكذا شروط، راجع أنت بند رئيس الجمهورية في الإعلان الدستوري، يمنع انه واحد درزي كفو وانه يصير رئيس الجمهورية السورية. ليش؟ انه واحد درزي يكون رئيس مجلس وزراء، ليش تمنعه؟ ما هو السبب؟ عربي مثلك، شرط العروبة متوفر، ومسلم، شرط المذهب، هذا المذهب يعني هذا. اذا هيك دولة بتحط هيك شروط، هي مش دولة وطنية، هذا اسمه تمييز. والدول الوطنية لا تميز بين مكوناتها القومية أو الدينية أو المذهبية. ما في، الدولة تكون محايدة، الأولوية للكفاءات. هذا ما هو غير موجود لا في سوريا على زمن الأسد، ولا في سوريا على زمن أبو محمد. لو كان الخيار اليوم بين قسم